السلام عليكم، معاكم الأستاذ مصباح أشرف مدرس الدراسات الاجتماعية. كل يوم قصة جديدة وحكاية جديدة، وحكايتنا النهاردة عن الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل هو ابن محمد علي باشا، ولد عام 1830 ميلادي. حكم حكم مصر عام 1863، ثم حصل على لقب خديوي من السلطان العثماني عام 1867 ميلادي. وكانت فترة حكم إسماعيل كانت تتراوح بين 16 عام. يبقى الخديوي إسماعيل حكم حكم مصر لحد 16 سنة. لكن الخديوي إسماعيل عهده كان بين حاجتين، هو أزهى الفترات في تاريخ مصر، ومن يما التاني هو من أخطر الفترات في تاريخ مصر. يبقى كان عهد الخديوي إسماعيل متميز بين حاجتين، أو كان بين كفتين، هو أزهى الفترات ومن يما التانية هو أخطر الفترات. طب ناخد الجزء الأول اللي هو أزهى الفترات في تاريخ مصر. واحد، عشان في نظام الزراعة دخل نظم ري حديثة، حفر الترع. اتنين، في مجال الصناعة أنشأ أول مصنع نسيج حديث في تاريخ مصر الحديث. تلاتة، كان في قناة السويس، شارك الخديوي إسماعيل في حفر وافتتاح قناة السويس التي افتتحت سنة 1869 ميلاديا. وبعد كده اللي هو في التعليم، كان الخديوي إسماعيل هو أول من أسس الجامعة المصرية اللي احنا عارفينها دلوقتي باسم جامعة القاهرة، اللي هو الخديوي إسماعيل عملها زمان باسم مدرسة القضاء واللغات عام 1872 ميلادي. أما الجزء الثاني من عهد إسماعيل باشا هو من أخطر الفترات في تاريخ مصر. ودوت بسبب إيه؟ بسبب إن الخديوي إسماعيل كان بيستدين من بيوت المال الأوروبية، وبيستدين من الخارج. ليه؟ كان بيستدين من الخارج لبناء قناة السويس، وبالأخص عندما فتحت قناة السويس قام إسماعيل بعمل حفل ضخم دعا إليه ملوك العالم كله، ودوت كله من الفلوس أصلا اللي هو سالفها منهم هم. ودوت أدى إلى ضغط فيما بعد ما الخديوي إسماعيل اتنحى. تم احتلال مصر من بريطانيا عام 1882 ميلادي. وبعد كده إن الخديوي إسماعيل اتنحى عن الحكم مصر بضغط من بريطانيا عام 1879 ميلاديا، ثم رحل إلى إسطنبول وتوفي فيها عام 1895 ميلاديا. استنونا في قصص كتير وحكايات كتير إن شاء الله. السلام عليكم.